بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قلبي بكم يا آل طه مغرم، وبحبكم أنا ذائب ومتيم، فإذا وقفت بفضلكم أترنم. صلى الجميع على النبي وسلموا. اللهم صل. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر، روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنه في الرتبة القمر. اللهم صل. قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. صدق الله العلي العظيم. نقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات والتعظيم بمناسبة اقتران النورين، نور علي وفاطمة. اللهم صل. نور أمير المؤمنين ونور الزهراء، بهذا الزواج السماوي الإلهي الرباني نتقدم بأحر التبريكات والتهاني إلى موالي وسادة آل المصطفى، ولا سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة الله في السماء والأرض الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى جميع الموالين وإليكم. ونسأل الله أن يسر قلوبنا وقلوب جميع المؤمنين بالنصر لجميع المظلومين على المستكبرين في القريب العاجل إن شاء الله.
ويتم فرحتنا بظهور مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله. في الحديث النبوي المروي عن الفريقين السنة والشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء أحب إلى الله من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح بالزواج، لأنه استمرارية أنه النسل واستمرارية المسلمين هو شنو؟ بالزواج. يعني هو الزواج بنفسه حدث مبارك، حدث محبوب. ومع الأسف في هذا الزمان نشاهد كثير من الشباب الذين يعزفون عن الزواج أو يأخرون الزواج. وعندنا في المقابل أيضا أنه بنات ضالات، نساء عوانس. ليش؟ لأنه احنا ما اهتمينا بهاي القضية أو شددنا في بعض الظروف، بعض التقاليد، بعض الترتيبات، لذا القضايا شوية صعبت. قبل كانت الأمور هينة سهلة. فالله عز وجل جعل لنا في اقتران النورين، في زواج النورين، كثير من المواعظ والعبر والدروس. أسوة، يعني أمير المؤمنين والزهراء أسوة لنا في سيرتهم وشنو؟ وفي زواجهما. الزهراء صلوات الله عليها حسب ما هو المشهور عند الشيعة مولدها في 5 من البعثة، السنة 5 من البعثة النبوية، يعني حينما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المشرفة. عمرها ايش قد؟ بالك يمي ولا؟ يعني بيا سنة النبي هاجر في السنة 13 من البعث، يعني عمرها حوالي ايش قد؟ 8 سنوات. والنبي هاجر، وبعدها أمير المؤمنين صلوات الله عليه بات في فراش النبي ورد الأمانات المودعة عند النبي إلى أهلها، وجاء بالفواطم. جاء بالفواطم اللي فاطمة بنت أسد وفاطمة الزهراء وبنت، المهم جاء بهن إلى المدينة مهاجرات. اللي جابهم منه؟ علي أمير المؤمنين صلوات الله. فلما هاجرت الزهراء عمرها حوالي ايش قد؟ 8 سنوات. أريد أخليك بالجو حتى تأخذ صورة صحيحة من زواج الزهراء لأمير المؤمنين صلوات الله. زين، في السنة الأولى عمرها ايش قد؟ 8 سنوات. ودخلت السنة الثانية، وكانت سنة حاشدة بالبلاء على المسلمين، اللي أول غزوة وأول حرب رسمية للنبي في السنة الثانية، وهي شنو؟ غزوة بدر، واقعة بدر. شو وقت واقعة بدر؟ في 17 من شهر رمضان، مو يوم التقى الجمعان، القرآن الكريم يقول بعد قضية بدر
اللي استقوت شوكة المؤمنين، شوكة المسلمين. غالب المؤرخين يذكرون زواج الزهراء في ذلك التاريخ، يعني بعد واقعة بدر. طبعا اكو اختلاف في ذكر حادثة وقضية زواج أمير المؤمنين عليه السلام. المهم المشهور أنه في الأول من ذي الحجة، يعني مثل هذا اليوم اللي قضى، خطب الكبراء والعظماء والأشراف والأعيان الزهراء من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كانوا يشاهدون الكراهية في وجه النبي، ما يرضى النبي. خطبها أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، هاي نظائر. يقول عبد الرحمن بن عوف ذاك اليوم، تدري ثري عبد الرحمن صاحب ثروة عظيمة، يقولون لما ماتوا هلك مجولة أيدي الرجال من الفؤوس التي تقرع على قطع الذهب. شدم ذهب، شدم مو سبيشة وشي، لا، شدم ذهب مخلي. الله اللي يعلم كل شدمة كم طن. زين يدون يقسموها للورثة، ماكو ذاك اليوم منشار وشي، جابوا بالفاس يقطعوها قطع. يقول مجولة الأيدي من تقطيع هذه الذهب. المهم يقول ممن خطب الزهراء عبد الرحمن بن عوف، إجا إلى رسول الله قال: يا رسول الله زوجني فاطمة ومهرها 100 ناقة سمراء محملة بقباطي مصر، صفتها كذا وكذا وهاقد أموال وكذا سكك، قام يفصل. النبي ساكت. فقام عثمان وقال: يا رسول الله زوجنيها بمثل ما قال عبد الرحمن، وأنا أقدم سابقة منه في الإسلام. يقول اغتاظ النبي، يعني الزهراء ما تنشري، مو بيع وشراء. يقول الرواية تقول، يقول فأخذ رسول الله حفنة من الحصى فحصبهما. اللغة العربية إذا تشمر شيء على شخص، كل شمرة لها اسم. مثلا إذا تشمر واحد بنعال يكرم السام، يسموه حذفه، يقولون حذفه، مو يعني ضرب بنعال. إذا ضرب بالحصو يسموه شنو؟ حصبه، ضرب بالحصو مثلا. فيقول حصبهما، ضربهم بالحصو. يقول فتحول الحصى إلى الدر والجوهر. اللهم صل. قيمة كل جوهرة أكثر مما عرض على رسول الله. مو قالوا 100 ناقة كذا وشي محملها، يقول هاي جوهرة. يعني الرسول يقول لهم احنا ما عايزين مال الدنيا، الزهراء مو تباع بالأموال. قالوا له: يا رسول الله خطبت منا فزوجناك، فما بالك نخطب منك ولا تزوجنا؟ وانت اتخذت من عندنا نسوان من قبائل متعددة، شو احنا نخطب منك ما تزوجنا؟ فقال: إنما أنا بشر مثلكم أتزوج منكم وأزوجكم، غير أن فاطمة أمرها ليس بيدي، مو بيدي. أتاني شنو الأمر
من رب العزة والجلالة. يقول لما أيسوا من الزواج بالزهراء توجهوا، عدة روايات، أبو بكرها وعمرها وفلانة وغيرها، توجهوا قالوا هذا يتاني رسول الله واحد، وهم يعرفوا من هذا الواحد. أريد أسألك سؤال، بالك يمي ولا فت صلوات على النبي وآله؟ اللهم صل. سؤال، علي وين كان يعيش قبل لا يتزوج؟ بالكم يمي؟ تتذكرون أمير المؤمنين وين تربى؟ وين كان يعيش؟ ها؟ في بيت النبي، في بيت رسول الله. هاي غرفة الزهراء وهاي غرفة علي. يعني أنت تتصور لما أمير المؤمنين خطب الزهراء من الخارج خطبها لو من داخل بيت رسول الله؟ ايش رايك؟ ها؟ أمير المؤمنين في بيت رسول الله يعيش، وبات في بيت رسول، في مكان رسول الله، وتكفل به رسول الله منذ نعومة أظفاره، منذ كان صبيا. هو أمير المؤمنين في بعض خطبه يقول: وقد تعلمون منزلتي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، ضمني إلى صدره ضمني وأنا ولد أو وليد إلى صدره، يمسني جلده ويشمني عرفه ويمضغ الشيء ويلقمنيه. تربى أمير المؤمنين في بيت رسول الله، مو شيء خارجي، مو شيء طارئ، لا. فعرفوا الجماعة، توجهوا إلى علي، قالوا له: يا علي ليش ما تخطب الزهراء؟ قال لهم: أولا أستحي من رسول الله، منزلة أبي. ثانيا ما عندي فد مال كثير، الزهراء تستاهل هواية. قال له: لو خطبتها لخليق أن يزوجكها، يعني أنت أحق الناس بالزهراء، ما يردك النبي. بالفعل يقول: جاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكله حياء، جلس عند رسول الله. ها يا علي ايش عندك؟ قال له: يا رسول الله، تدري بي أني وإخلاصي ومواقفي في الحروب وبذلت جهدي. قال له: إيه هاي كلها عرفة، شو تريد؟ في بعض الروايات يقول أمير المؤمنين تكلم بهذه الكلمة، قال: إني ذكرت فاطمة، بس هاي ما أريد. يقول: فتهلل وجه رسول الله محمد. الله. إيه النبي متاني. يقول عن أنس بن مالك، يقول: مرة من الأيام دخلنا على النبي وهو متهلل مسرور ووجهه يسطع نورا. يا رسول الله شنو هالنور؟ قال: هذا جبرائيل أتاني من الله يأمرني أن أزوج النور من النور. الله. يقول: فسألت شنو النور من النور؟ قال: زوج عليا فاطمة من علي صلوات الله عليهما. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين عليهما السلام. اللهم صل على.
النبي طبق هذه الآية على أمير المؤمنين. وكذلك هاي الآية اللي افتتحنا بها المجلس المبارك: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال له: يا علي ثانيني خل أسأل الزهراء. وهي عظمة. بعضنا يجبر بنته: انت لابن عمك ما اشتهي، مو بكيفك، ما يصير. تبقى هاي خاطرها متعلق بفلان إلى آخر عمرها. أكو يا ما أكو، أكو. وهاي عادات عربية ونهوة ومن هالسوالف. النبي بعظمته، القرآن يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أن تكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمع أنه النبي صاحب الأمر الحاسم اللي ما حد إله حق أن يعترض عليه، لكن قال له: تانيني خل أسأل الزهراء. هو إجا وعرض عليها خطبة أمير المؤمنين فسكتت حياء. يقول كل مرة كان يرى الكراهية في وجهها، كانت تعرض، لكن هالمرة شنو؟ طأطأت حياء، فقال: الله أكبر سكوتها رضاها. اللهم صل على. وخطبها الباري في السماوات قائلا، الله عز وجل قرأ الخطبة: الحمد ردائي والعظمة كبريائي والخلق كلهم عبيدي وإمائي، زوجت فاطمة أمتي من علي صفوتي، اشهدوا ملائكتي. اللهم صل. العبدي رضوان الله تعالى عليه شاعر أهل البيت. أنا ما شفت أهل البيت يرشدون إلى حفظ الأشعار، حفظ شعر، إلا شعر شنو؟ رجلين. الرجل الأول أبو طالب رضوان الله تعالى، كان أمير المؤمنين يحب أن تحفظ أشعار أبي طالب، عندنا رواية، وكان يقول: هو على دين الله وفيه خير كثير. أشعار أبي طالب اللي يقولون حوالي 3000 بيت شعر عنده أبو طالب رضوان الله تعالى. بعد والعبدي شاعر أهل البيت سفيان بن مصعب العبدي رضوان الله تعالى كان يقول: علموا أولادكم أشعار العبدي. ليش؟ لأنه أولا أشعار كانت متمحضة في فضائل ومناقب ونصرة مبدأ أهل البيت عليهم السلام. احنا عادة الشعراء يمدح فلان ويكتب على فلان شيء، فلان مكتبة مثلا أسسوها يكتب تاريخ تأسيس مثلا، افترض عادي طبيعي. لكن هذا العبد ما عنده أشعار إلا شنو؟ في مدح وفضائل آل محمد. اللهم صل. وهذا مهم. ثانيا كان ينظم ما ورد من كلمات أهل البيت وكلمات النبي، يعني أحاديث منظومة، أشعاره عبارة عن أحاديث منظومة. شو يقول؟ خوش عده نكتة، خوش التفاته. شو يقول؟ يقول: صديقة. منو؟ الزهراء. صديقة خلقت لصديق شريف في المناسب. انت فتش البيوت
من آدم إلى يوم القيامة. عندك فد بيت يضم على صديق وصديقة، صديقة صحيح خديجة عظيمة، لكن فاطمة الزهراء وين عظمتها؟ عصمتها، معصوم ومعصومة. الزوج معصوم والزوجة شنو؟ معصوم. صديقة خلقت لصديق، أصلا الله خالقها. لو لم يخلق الله عليا لما كان لفاطمة كفء آدم فمن دونه. صديقة خلقت لصديق شريف في المناسب، اختاره واختارها طهرين من دنس المعايب، طهرهم الله عز وجل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اسماهما قرنا على سطر بظل العرش راتب. كان الإله وليها وأمينه جبريل خاطب، ونثارها أو ونهابها طوبى طيبت تلك المناهب. نهاب هذا اللي ينثروه على راس العروس والناس ينتهبوه، يسموه نهاب، يعني ياخذوه يشيلوه. في اللغة العربية يسموه نهاب، نثار. المهم يقول تفاصيل كثيرة. شنو صداقها كان؟ بعد الوقت داركنا. ومهرها، عندنا رواية يقول مهر الزهراء فاطمة الزهراء خمس الأرض. الخمس، هذا الخمس للزهراء ولأمير المؤمنين. في رواية إن الله أمهر فاطمة ربع الأرض، فلا يمشي مبغض على الأرض إلا كان مشيه حراما. هاي الأرض هاي صلوات الله عليه. أما مهر الظاهر ف 400 480 500 درهم مهر السنة. يا زهراء ترضين بالمهر؟ قالت له يا رسول الله أريدك ماله، شو تريدين؟ شوف الزهراء في زفافها تفكر بيك. قالت يا رسول الله أريد شفاعة المذنبين من شيعتي. يقول فنزلت أنه قطعة خضراء قماش أخضر، إن الله جعل مهر فاطمة شفاعة شيعتها يوم القيامة. الله. يقول بعد تفصيل زفها رسول الله بنفسه، سار وهو يكبر الله ويهلل. النسوان بدأت بالأهازيج، مو كل مرة اذب أشعار، سرن بحون الله جاراتي واذكرنه في كل حالاتي. مثلا حفصة عندها خولش أشعار. فاطمة في قضية زواجها، فاطمة خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر. زوجك الله فتى عالما، أعني عليا خير من في البشر. فضلك الله على كل الورى بفضل من خص بآي الزمر. خل أكمل لك فد إجماله. الحديث يقول لما زف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جعلت النساء تقول، حديث هذا، النساء تقول أبوها سيد الناس، أبوها سيد الناس، كل ساعة أبوها سيد الناس. شو شايفين أنتم إحنا لما يطلعون عزف لافتاتك وناس يرددون فد هتاف؟ مو أبوها سيد الناس. النبي قال كملوا، كمل
النسوان، خلي كملا. وبعلها ذو الشدة والباس. لا تقول هذا ما صار شعر، لأنه النبي شنو؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال قولوا وزوجها ذو الشدة والباس. ما يقولا، يقولا ما يقولا. النبي سأل قال ليش ما تحجن؟ ليش ما تقولا؟ قال له يا رسول الله إن عائشة ما تدعنا أن نقول. خازرتنا لا تقولن بالشن، ترى سووا بيشن اشتوايا. فقال رسول الله ما تدع عائشة عداوتنا أهل البيت، إن في قلبها كالمرجل يغلي، مرجل على القدر شوي، كالمرجل يغلي على أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يظهر فضل الزهراء وأمير المؤمنين عليه السلام، وامتداد نسل رسول الله بهذا الاقتران، بهذا الزواج. يعني هاي أهل البيت والأئمة من نتائج اقتران فاطمة الزهراء بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. وسرنا 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 سمعنا بزفتك قربت، وسرنا للمحفل اللي بذكرك يا زهراء، وسرنا يا ظاهرنا يحب شخصك، وسرنا تساوى هالأمور ما بتقية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا اللهم من أنصاره أعوانه من المستشهدين بين يديه. فرج به عنا وعن جميع المؤمنين المظلومين المضطهدين، وانصر المجاهدين على أعداء دينك يا الله. اللهم أهلك أعداءنا أمريكا وإسرائيل وأتباعهم وأشياعهم، وانصرنا عليهم يا الله، وأرنا ذلهم يا الله. تقبل هذا القليل منا ومن الحاضرين والقائمين والمساهمين والباذلين بخير قبولك، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.